وصفتنا اليوم بانكيك السينابون. يا سلام، بصراحة إضافة كانت جميلة للبانكيك. شوف الطريقة، أنا عندي 3 بيضات بفكشهم، أفصل الصفار عن البيض، بضيف مع الصفار ملعقة صغيرة فانيلا. أنا عند المصفى هضيف عليه 4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض، وأضيف معاهم ملعقة صغيرة باكنج باودر، وانخلهم كويس مع بعض على البيض. اخلطهم كويس مع بعض لين يمتزجوا. أصب 1.5 ملعقة حليب لين أوصل لهذا القوام. بعد أخفق البياض لين يصير شكله زي القيمة. بعد بضيف 1.5 ملعقة سكر بودرة، وارجع أخفق مرة ثانية لين الخليط يتماسك بهذا الشكل. شايفين؟ إذا حسيتوا إنه سايح أرجعوا أخفقوه مرة ثانية لين يتماسك بهذا الشكل. بعد أمزجهم بالتدريج لين أخلص كل الكمية. أصب نص كمية وأخلط، والثانية آخر شي. بعدها أصب الخليط في كيس خاص للحلويات. هنا عندنا المقلة على نار هادية، خليها لين تسخن، أنزل عليها الخليط بهذا الشكل. ولصوص القرفة هنا عندي 50 جرام زبدة بحرارة الغرفة، حضيف عليها نص كوب سكر بني، ملعقة كبيرة قرفة. أخلطهم كويس مع بعض لين يصيروا بهذا الشكل. أخدتهم في كيس خاص للحلويات، باخده على الثلاجة يتماسك. بعدل البانكيك بهذا الشكل عشان أصب عليه الخليط أو الصوص. أصبه بهذا الشكل وأنزل شوية موية مع البانكيك عشان يتبخر، وأغطي 3 دقائق لكل وجه. أقلب على الوجه الثاني وأغطيه كمان 3 دقائق. كده عندنا البانكيك جاهز. يا سلام. بنضيف عليه البيكان، نزين الطبق بشوية فواكه، نصب الصوص الأبيض. هكتب لكم طريقته. كده هنا عندنا البانكيك جاهز، بقطعه على 2. شايفين شكله؟ يا سلام. وبالعافية. بصراحة كانت إضافة الصوص مع البانكيك رهيبة، وبالعافية جربوا.